في دول بتشتري فيها عقار وتفضل تصرف عليه وكأنك انت بتدفع ايجار، لكن في الامارات التملك العقاري فلسفة مختلفة شوية. ايه الرسوم اللي مطلوبة منك؟ مطلوب منك رسوم هتدفع لمرة واحدة، وهي رسوم تسجيل العقار بتبقى 4% نسبة الدي ال دي في دايرة الأراضي والأملاك، زائد رسوم توثيق العقد، زائد رسوم الوسيط، ودي اللي بيدفعها المطور مش انت، وبتدفع مرة واحدة بس. رقم 2، انت ما عندكش اي ضريبة سنوية على التملك، يعني ما بتدفعش كل سنة عشان انت مالك لعقار زي في اوروبا او تركيا او كندا وغيرها من الدول. رقم 3، مفيش ضريبة من الدخل على العقار، يعني لو انت مأجر عقارك وبتكسب منه فلوس ما بتدفعش عليها اي ضرائب. العائد الايجاري ما بيتخصمش منه ضرائب. طب هل في ضريبة على البيع؟ لا، لكن لو في ارباح عاليه خلال فتره قصيره ممكن بس البنك يطلب منك تفسر ده عشان يضمن ان احنا بنبعد كل البعد عن المصادر المشبوهه للفلوس. الخلاصه، الضرائب في الامارات شفافه جدا، بسيطه جدا، ما بتاكلش من ربحك، واهم شيء انها زيرو على العقار، زيرو على الدخل.